ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم رودي من قناة يلا نطبخ مع رودي. متنسونيش تعمليلي لايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك مني كل جديد. النهاردة هعمل معاكم الفراخ المشوية والرز الاصفر. اول حاجة هبدأها معاكم هي تتبيلة الفراخ. معايا مية بصل فرمته واخدت منه المية بتاعته وحطيت عليها رشة ملح ورشة فلفل اسود. ومعايا البهارات عبارة عن ورق لورا، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، بهارات فراخ، ملح وفلفل اسود وحبهان. نزلت البهارات على مية البصل. ومعايا عصير 2 ليمونة. وكمان معلقة خل. التتبيلة دي جميلة جدا ولذيذة وكان طعمها الصراحة خرافة. جربوها وهتعجبكم وتقولولي ايه رأيكم في الكومنتات. ودي اصلا التتبيلة بتاعت الفراخ المشوية الاصلية. انا هقلب بقى كله مع بعضه، البهارات مع مية البصل. قلبت كله مع بعضه. ومعايا الفراخ انا غسلاها بدقيق وملح وليمون وجنزبيل. ما بحبش احط خل عشان بحس ان الخل بيعمل زفارة في الفراخ. وزي ما انتوا شايفين انا شرحتها كده بالسكينة عشان الفراخ تتطعم من التتبيلة وتبقى كلها من طعم التتبيلة. وطبعا سيبيها بقى براحتها، يعني اقل حاجة 4 ساعات، والافضل انك تبيتيها من بالليل. هتبقى معاكي تتبيلة فراخ جميلة جدا. انا هنا هعمل الرز الاصفر. حطيت شوية زيت ونزلت عليها ببصلة مقطعاها كده على ايدي صغير. انا طبعا لو حاجة محتاجة بصلة صغيرة ولا حاجة بقطعها كده على ايدي تقطيع صغير. اما لو محتاج بصل كتير طبعا تضربيه في الكبة احسن. انا مش عايزة البصل ياخد لون، هو بس يدوب البصل يدبل. انا بحب اعمل الرز الاصفر بالرز المصري بتاعنا عادي. مش شرط بقى انك تجيبي رز بسمتي وكده، يعني عادي صرفي نفسك. بالرز المصري بتاعنا برضو بيبقى طعمه جميل جدا، يعني اكنك جايبه رز اصفر من بره. هنا البصلة دبلت. ومعايا بقى البهارات بتاعة الرز. معايا كاري وكركم ومكعب مرقة وعود قرفة وليمونة مجففة. مكعب المرقة انا مقطعاها بالسكينة كده صغيرة. عشان تطعم الرز كله، عشان ما تبقاش مركزة في حتة واحدة بس. انا نزلت الكاري والكركم والليمونة والقرفة والمكعب. وشوحت البهارات كويس جدا مع البصل عشان كله يبقى من طعم بعضه. انا في وصفة الرز دي كنت عاملة كوبايتين رز. كوبايتين رز طبعا على كوبايتين مية، غير الرز البسمتي خالص. الرز البسمتي بيحتاج مية ازيد. هو الرز المصري بتاعنا على كل كوباية رز كوباية مية. انا قلبت البهارات مع البصل كويس لحد ما حسيت كده ان ريحة البهارات طلعت، كانت ريحتها حلوة جدا. ومعايا هنا الرز مغسول ومتصفي كويس. نزلته على البهارات. انا بحب الخطوة دي الاول، ان انا احط الرز على البهارات والبصل واقلب منه، بيتشوح ويبقى طعمه حلو قوي مع بعضه وبيخلي الرز مفلفل. غير لما بنزل المية الاول وبعد كده الرز، الخطوة دي احسن. بحس ان الرز هيبقى مفلفل معاكوا بعدين. قلبت هنا الرز مع البهارات، قلبتهم مع بعض كويس. وطبعا ان شاء الله وصفة النهاردة تجربوها وتقولوا له ايه رأيكم وهتعجبكم بإذن الله. واتمنى بقى تشاركوني معاكم كده وتقولوا لي احب اعمل معاكم وصفات المرة الجاية. وان شاء الله قناتي تعجبكم وتقولوا لي رأيكم. انا هنا معايا كوبايتين المية زي ما قلت لكم، لكل كوبايتين رز كوبايتين مية. دي اول كوباية ودي تاني كوباية. وقلبت كويس. وهظبط الملح دلوقتي، هحط الملح واظبط حدق الرز.
حطيت الملح وقلبت الرز والمية والملح كويس، وهغطيه واسيبه بقى يتشرب. وبعد ما المية تتشرب هوطي النار خالص لحد بقى ايه ما يستوي مع نفسه. والفراخ انا حطيتها في صينية كبيرة، وحطيت عليهم كمان التتبيلة، وحطيتها على النار بس كده شوية، يعني يا دوب تتشمع كده من النار. وبعد كده احطها في الفرن على درجة حرارة 180، وتسيبيها بقى تستوي مع نفسها. ممكن تزودي الدرجة عادي، يعني ممكن لو عايزاها 200 عادي. وزي ما انتوا شايفين انا هنا كده خلصت. اتمنى تعجبكم الوصفة وتقولولي ايه رأيكم. متنسونيش بقى في اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. مع السلامة.